مين هو خوسيه ريفيرو اللي بنسبة كبيرة هيدرب النادي الأهلي الفترة الجاية؟ وهل هو الأنسب لقيادة النادي الأهلي ولا لأ؟ فما تنساش تدينا لايك وتعمل لنا اشتراك وتكتب رأيك في كومنت، ويلا بينا نبدأ. اسمه بالكامل خوسيه لويس ريفيرو، المدرب المحتمل لتدريب النادي الأهلي الفترة الجاية، أو بنسبة كبيرة الأهلي هيكون أعلن وأنت قاعد بتتفرج على الحلقة دي. فالراجل ده مواليد 1977، يعني عنده بتاع 47 سنة 48 سنة في الحدود دي، واتولد في أسبانيا. وأهم الفرق اللي دربها هي انتر توركو الفلبيني من 2019 ل 2021، واورلاندو بايرتس الجنوب افريقي من 2022 ل 2025، ودرب في شويه فرق تانية كمدرب مساعد ومدرب شباب. وارقامه مع الفرقتين اللي دربهم كانت متوسطه او اعلى من المتوسطه بشويه. يعني مع انتر توركو الفلبيني لعب 102 ماتش، كسب 56 وتعادل في 13 وخسر 33 بنسبه فوز 54.9%. مع اورلاندو بايرتس الجنوب افريقي لعب 132 ماتش، كسب 80 وتعادل وخسر 26 بنسبة فوز 63.5%. ونيجي بقى لأهم إنجازاته. يعني مع انتر توركو الفلبيني طلع وصيف الدوري في 2019. مع اورلاندو بايرتس الجنوب افريقي وصيف الدوري في 23 و24، وبطل الكاس في 23 و24، وفي كاس تاني كده كسبه في 22 و23 و24. هو باين عليه كده متمرس في الكاسات اكتر، يعني اي بطوله فيها خروج مغلوب هو متمرس فيها. فهل هو هينجح مع الاهلي او لا؟ الصراحه انا مقلق شويه. يعني السي في بتاعه مش اقوى حاجه، والاداره كان في ايديها تجيب حد السي في بتاعه اقوى شويه، وبالذات انك داخل على موسم تاريخي وفي كاس عالم وبتاع. فهل الاداره راحت للاسم ده بالذات ليه؟ مش عارف. عشان بيلعب مثلا 4-3-3 زي ما الفرقه بتلعب؟ انا ما اعرفش. فيا ريت يحرجنا كلنا ويعمل موسم تاريخي ويكسب بطولات كتير مع الاهلي زي المدربين اللي جم السي في بتاعهم مش اقوى حاجه وكسبوا بطولات كتير مع الاهلي، واهمهم طبعا الاسطوره مانويل جوزيه. وبس كده. وما تنساش تعمل لنا لايك وتقول لنا رايك في كومنت، والسلام.